اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالميامين هداتي من بنيها. مساء الخير، مساء الورد، مساء السعادة على عيونكم. شلونكم بنات؟ أخباركم؟ يا ربي كلكم بخير وصحة وعافية وسلامة. يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله يا ربي فيديو اليوم يعجبكم وينال رضاكم. أكيد خير الكلام الصلاة والسلام على أشرف الخلائق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأكيد صلونا على النبي بطريقكم بنات. زيدونا النبي بعد صلاة. أني جنة أم حيدر، أختكم وصديقتكم، وهاي قناتي أكيد أتشرف تواجدكم بيها بلشنا الفيديو بعلسة، يلا من خالو وغلسوا. اليوم الروتين بغرفة أطفالي راحوا المدرسة الله وياهم، فعندي ملابس أرتبها وأرتب غرفتهم وأكنسها، فلميت الفراش وصفطته بمكانه، هنا أخليه بالخانة اللي بالنص، فراح أكنسها وأرتبها وياكم مهماتين. خليل لكن إيدك الحلوة يا حلوة، تركيلي تعليق حلو من ضمن الفيديو إن شاء الله يعجبكم يا ربي، وبنفس الوقت كتبيلي صلوات محمدية وزيدونا النبي بعد صلاة. خلوني أقول لكم أول شي قبل ما أسولف بالموضوع عن خلطة تفتيح الأماكن الحساسة أو أي مكان عندك بيه سمار بجسمك، مثل الأكواع، الركب، الرجل، اللي هاي الحافة اللي بيها اللي تصير سمار من الجلوس، يعني من القعدة بالقاع، فهاي تنفع لكل هاي الأماكن بشرط استخدامها يومية بالليل تستخدمينها، وعادي ثاني يوم ما تغسليها إلى أن تسبحين، يعني مو بالضروري أول ما تقعدين تغسلينها، لا عادي، بس تسوين تقشير بالأسبوع مرتين للجسم. هسه تقولوا لي شنو التقشير؟ أي نوع تقشير استخدمي عندك، إلى أن أني راح أنزل لكم تقشير كلش حلو ويجنن إن شاء الله يعجبكم بإذن الرحمن. إن شاء الله شوف يا فيديو أقدر أنزله، راح أنزل لكم تقشير كلش حلو. العصارات اكتبوا ورايا، راح أكتبهن بصندوق الوصف. العصارات هالافيكس البيضة كريم، والزنك الخضرة كريم، ونيستا كورت الصفرة كريم، نص عصارة بتنو سامي كريم. طيب هذول العصارات كلهم ثلاثتهم الأولانيات نخليهم كلهم، يعني نفرغ العصارة كلها، بس البتنو سام نص العصارة نستخدم ويا هاي الخلطة، ماشي؟ تخلطيهم كلهن ويومية بالليل تخلين منعتهن ويا التقشير مرتين بالأسبوع، زائد ملابس داخلية قطنية ضروري، وما نخلي المكان رطب. جدا مهمة هاي الخطوة، لأنه انتي إذا ما مشيتي على الملابس القطنية ولازم كل يوم تبدليهن، أو إذا تقدرين باليوم بدليهن مرتين للأفضل يعني، وما نخلي المكان رطب. يعني أكو كلينس مال حمام، كلينس مال مطبخ، خليه بالحمام حتى ننشف بيه. هاي جدا مهمة الخطوة حتى نقضي على السمار. السمار ليش يصير؟ شنو أسبابه؟ أسبابه الفطريات. ليش؟ لأنه هو مكان أصلا أظلم ورطب، فأكيد راح تصير فطريات، فالفطريات هي أساس السمار. هسه تقولوا لي هاي كلها عصارات طبية، هي هاي العصارات تحارب الفطريات وتبدي شوية شوية تغير اللون ترجعه للطبيعي. أنا ما أقول لك هاي السحر بيوم وليلة راح يتغير وياك الموضوع، طبعا لا، تحب صبر، خاصة إذا كان الموضوع شوية زايد عن حده، فممكن تتأخر وياك شهر شهرين يلا يبدي ينطيك مفعول، بس هي تنطي مفعول من أول أسبوع يبدي يقل السمار الموجود، تبدين انتي تلاحظين الفرق ان شاء الله. هسه عرفتوا التعليمات وشلون تمشون عليهم بنات، جدا ضروري نركز على هاي النقطة حتى ناخذ نتيجة. خلوني احكي عن موضوع الفراغ العاطفي، سواء للمرأة الأرملة أو المطلقة أو البنوتة اللي بعدتي بسن المراهقة أو اللي ما متزوجة يعني بعدتي، حتى لو مو سن مراهقة. الله أكبر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أعتذر قطعت التسجيل لأنه أذن الأذان، وأني تعرفون مخلية بتليفوني حقيبة المؤمن، فيأذن الأذان من يصير وقت الصلاة. هنا شنو دا أسوي قبل لا أبدي بموضوعي المهم؟ دا أسوي مطبق إفطار. تمام، انتبهوا للخطوات، جدا جدا راح يعجبكم وجدا لذيذ وطيب، وما أتوقع أحد منزله يعني على اليوتيوب قبلي، فانتبهوا على الخطوات كلش حلو، أتمنى تجربوه بنات. وهسه الفطر موجود بالسوق وفريش، أكيد تقدرون تفرزون، وإن شاء الله ننزل طريقة تفريزه مع إني منزلتها، بس إذا فرزتها ماتين أشارككم. أول خطوة تسويها
المرأة اللي عندها احتياج عاطفي. طبعا هذا شعور يجي لا إرادي للمرأة، سواء كانت مثل ما قلت لكم أرملة، مطلقة، بنوتة، مراهقة. أول شي أقعد ويا نفسي أفكر شنو سبب هاي المشاكل اللي دا تجي بمشاعري، ليش هالقلق. فما عندي إنسان ثقة أحكي وياه. شو أسوي؟ أكتب الموضوع كتابة، خلي ورقة وقلم يمي أو دفتر وقلم وأقعد أكتب الموضوع. راح تحسين فالثقل أنت خلصتي من عنده، لأن من تكتبين الموضوع كتابة كأنما شاعر أو روائي دا يكتب رواية. يعني من يكتب الرواية راح يفرغ دماغه من الموضوع اللي عنده بالورقة. خلصنا من أول نقطة، إحنا فرغنا الأفكار اللي عندنا براسنا بالورقة وخلصنا من عندها. هنا النقطة الثانية شو أسوي؟ أنتبه على المصادر الغير مشبعة للعاطفة. مثلا ليش أنا ما دا أحس بالأمان؟ ليش ما دا أحس بالطمأنينة؟ لأن ما دا أحس نفسي ما عندي عاطفة، فما أحس بالأمان والطمأنينة. شو أسوي؟ أشوف لي فد بيئة آمنة، مثل دكتورة تثقين بيها نفسية تحكي لها، أو شخص ثقة من العائلة، أختك، بنت عمك، بنت خالك، صديقة مقربة ممكن تكون أكثر من الأخت قريبة. هنا أقدر أحكي لها أني عن الموضوع، بنفس الوقت راح ترتاحون، لأنه راح تشيل التشتت اللي براسكم، راح تعطيكم كلام، تاخذ منكم كلام، الموضوع راح يكون إيجابي أفضل مما الإنسان يكون يفكر بينه وبين نفسه. طيب شو أسوي بعد؟ نقطة رقم 4، أحب نفسي، حب الذات. يعني أشتغل على حب نفسي، أقرأ عن فكرة التوازن للوصول لحب الذات. مثل أني أقول أني أحب نفسي، بس ما دا أعرف شلون أحب نفسي، ضايعة. فأطلع موضوع عن حب الذات، شلون أتوازن بحب نفسي والمشاعر والعاطفة حتى أبقى دائما بمستوى ثابت وما أتلخبط بموضوع العاطفة وأفكر بيها هواية. فأطلع شرح عن هذا الموضوع. صدقيني شوي شوي من تبدون تسمعون عن هذا الموضوع أفكاركم تتغير، إيجابيات توصلكم، تروح السلبيات. هاي صارت عندنا 4 نقاط. النقطة الخامسة شنو؟ أقضي وقت كافي إجازة لنفسي. يعني مثل عندي خميس وجمعة، أكيد عندي خميس وجمعة، مثل أخذ بيهم إجازة لنفسي. حتى لو شنو عندك أطفال، مثل ماما خلي أطفال يمك بس اليوم، حتى لو بس الخميس أو بس الجمعة. أطلع المكان، يعني مكان ترفيهي، أطلع الحديقة عامة، أروح أقعد بمطعم شوية، أغير جو. صدقيني هذا الشي راح يغير النفسية جدا جدا هواية. هاي صارت 5 نقاط. النقطة رقم 6، أي شي أني أحبه من هواية أمارسه. شنو أحب من هواية؟ أمارسها. وإذا مليت من ممارسة الهواية اللي أنا أحبها فأتعلم هواية جديدة. يعني أشوف شنو الشي الجديد اللي أنا بنفسي أتعلمه، أبلش أتعلمه. راح يصير عندك انشغال تفكير بالهواية الجديدة اللي أنتي دا تفكرين بيها. هنا إحنا كتبنا الأفكار اللي براسنا بورقة وتخلصنا من عندها، مثل الروائي اللي مخزن أفكار رواية تفكيره وكتبها وخلاص. أمنت لنفسي بيئة من صديقة وحكيت لها وجاوبتني وسمعت من عندها كلام. طيب حبيت نفسي وطلعت عن موضوع التوازن لحب الذات والمشاعر والعاطفة حتى تكون بمستوى ثابت. مشيتهن خطوة خطوة، قضيت وقت ويا نفسي، بلشت أتعلم هواية جديدة. شوفي الانشغالات اللي تجيك وحدة ورا الثانية، هاي كلها تلهيك عن موضوع العاطفة. وبعد شنو أسوي؟ هاي رقم 7، أمارس شي جديد على حياتي، سواء شي مثل سفر، أفكر أسافر، أطبخ، أقرأ روايات، يعني هيك شي. حتى إذا أقول مثل أنا ما أقدر أسافر هسه، عندي أطفال، ممكن إمكانية ما عندي، مو ضروري خارج العراق، حتى لا أسافر، مثل أروح للنجف أبقالي يومين، أروح الكربلاء أبقالي يومين، أروح السليمانية، أروح الأربيل، أجي للكاظمية. يعني فشي جدا حلو يغير النفسية. هاي رقم 7. رقم 8، أركز على نقاط القوة اللي عندي وبشنو أني مميزة. شنو أني مميزة عن غيري؟ بعد قد نشغل إحنا التفكير عن موضوع العاطفة والفراغ العاطفي، هواي شغلنا تفكيرنا نقطة ورا نقطة. أبدي ويا دماغي نقطة ورا نقطة إلى أن يبدي دماغي يفكر بشغلات بعيدة جدا عن موضوع العاطفة. تبقى عاطفتي النفسي والأطفالي فقط، أو تبقى عاطفتي بس النفسي إذا أنت ما عندك أطفال. رقم 9 وهي الأهم وهي الجابرة للخواطر وهي اللي تغير كل شي، حتى هي تكون أساس
للي حكيناه كله هو التقرب من الله. هسه تقولوا لي احنا كنا قريبين من رب العالمين ونصلي ونصوم وكل شيء، اقول لكم موضوع الفراغ العاطفي كثفوا التقرب من رب العزة والجلالة. اكو حتى نساء متزوجات وعندهم فراغ عاطفي، مو بالضرورة يكون غياب الرجل هو سبب الفراغ العاطفي. اكو عندهم رجل بالبيت بس محسوب عليها رجل امام العالم، بينما هو رجل مشابع عاطفة زوجته كأنما ما موجود. فهواي نساء تمر بمرحلة الفراغ العاطفي، والفراغ العاطفي ممكن يجي بسن 40 كلش هواية، لأنه الرجل حتى إذا بعد عدل أكو بعض العقليات تعتبر المرأة أنه هي صارت كبيرة، يعني هو ما كبر بس هي كبرت. فهنا المرأة تبتدي تحس بالفراغ العاطفي وتحس بنفسها أنه هي صارت مهمولة، أنه هي عندها فراغ عاطفي. حتى أكو بعض النساء بسن 40 يبتدون يعني إذا عدها كنا بالبيت أو إذا عدها بنات بالبيت تبتدي يعني معاملتها تتغير، تصير بها خشونة. هاي إذا كان الزوج مهمل وأدى إلى أنه المرأة تكون بهذا الشيء. وأكو حتى بنات شابات يعني أكو ثلاثينيات وأكو عشرينيات وأكو أصغر، هماتين ما محسسها زوجها أنه هي كائن حلو لطيف بالبيت. فأني ليش أنتكل بالفراغ العاطفي؟ ليش أنتكل بعاطفتي بس على الرجل؟ المرأة هي تقدر تصنع لنفسها عاطفة من غير الرجل. مثل شلون؟ مثل ما قلت لكم خطوة خطوة، أنا أبتدي ويا عقلي خطوة خطوة. دماغي من راح ينشغل بالشغلات اللي أنا حابتها وراح أبتدي أحبها أكثر، من هوايات، من سفر، من كتابة. من بلشتي أنت تكتبين أفكارك بورقة راح كل يوم تحبين الموضوع. كل يوم شنو فكرتي بيه، سواء عاطفة أو شيء إيجابي، شيء سلبي، شيء بمصلحة أطفالك، أي شيء فكرتي بيه على طول اليوم راح تحبين تكتبينه أنتو بنفس الدفتر. صدقوني أنا مو هسه، يمكن قبل 6 أو 7 سنوات أنا كنت أكتب أفكاري كلها بدفتر. أخلي الدفتر اليوم هذا الشيء زعلني أكتب التاريخ واليوم والساعة أكتبه، الموضوع هذا الفلاني زعلني وفلان اللي زعلني وفلان قال لي كذا وهيج وهيج. أكتبها كلها أفكار اللي براسي. من أكتبها بورقة أتخلص من التفكير السلبي اللي بدماغي كليته. وبنفس الشيء نفس الدفتر، اليوم هذا اليوم إيجابي، اليوم حلو، اليوم صار كذا، اليوم فلان قال لي كذا، اليوم صار فد موضوع كذا، اليوم طلعت المكان الفلاني، اليوم اشتريت الشيء الفلاني وكان اليوم كلش حلو. اليوم اللي بعده، اليوم مثل بنتي مشت أول خطوة إلها، اليوم بنتي سوت كذا، اليوم أول ضحكة لبنتي. فكل هاي الشغلات أنا أكتبها بدفتر. يعني من دا أقول لكم عن موضوع حتى تتخلصون من الفراغ العاطفي وما تحسون بأي فراغ عاطفي، سواء كنتي عند زوجك أو كنتي أرملة أو مطلقة أو أنتي بنوتة أو أنتي مقبلة على الزواج تريدين تتزوجين، هماتين هذا الموضوع جدا يفيدك. اكتبوا كل هاي المدونات بورقة أو بدفتر، واحتفظوا هذا الدفتر لكم بينكم وبين نفسكم. راح يكون هذا الدفتر شلون الرواية اللي أنتوا حابين تقروها بعدين تضحكون على نفسكم تقولون إحنا وين كان دماغنا وفكرنا هيش تفكير. إن شاء الله عجبكم الفيديو والموضوع، وباعونا على مطبق شنو هذا شو اسمه، اللهم صل على محمد وآل محمد. والله بنات أنسى، والله أنسى. مطبق الفطر كلش طيب. انتظروني في فيديو جديد، أترككم بأمان الله وحفظه. باي باي.